اهلا بيكم، جايلكم فيديو جديد وهعمل معاكم وصفة جديدة. هنعمل طريقة الكبدة بالردة، طريقة سهلة وبسيطة جدا. يا رب تعجبكم. معايا نص كيلو من الكبدة الشرايح. طبعا الكبدة ما بتتغسلش خالص، انت بتجيبها من عند الجزار تحطيها في مصفى تتصفى. خلاص، واول ما تتصفى كده وما يبقاش فيها اي حاجة يعني بتنزلش دم ولا مية ولا حاجة. هجيب بقى معايا بصلاية مبشورة، هاخد المية بتاعتها وهحط معلقة من التوم. الكبدة بتحب التوم جدا، يعني كتري توم، كتري كزبرة ناشفة، كتري كمون. يبقى اساسي مع الكبدة تكتري التوم. خلاص. احط بقى البهارات بتاعتي، معايا معلقة من التوم البودر والبصل البودر، معايا بابريكا، كزبرة، كمون، فلفل اسود مكعب من المرقة. طبعا لو انت عندك بقى السبع بهارات حطي، لو انت عندك بهارات لحمة حطي. اي بهارات لحمة حطيها. خلاص، هنقلب بقى البصل مع الثوم مع كل المكونات دي، مش هنحط بقى ولا ليمون ولا خل ولا اي حاجة، لان الليمون والخل هيفسدوا قيمة الكبدة. خلاص. نجيب بقى الكبدة نحطها كده مع التتبيلة بتاعتنا وهنسيبها حوالي نص ساعة، اقل حاجة نص ساعة، وهي اصلا بتشرب التتبيلة بسرعة. مش زي اي حاجة تانية بنسيبها في التتبيلة بتحتاج وقت، لكن الكبدة بتخلص في يعني بتتبل في نص ساعة مثلا اقل حاجة. هنسيبها بقى كده نقلبها كويس قوي من تحت لفوق كده. وهنحطها في التتبيلة ونركنها نص ساعة في التلاجة، بره التلاجة براحتك بقى. جربوها هتعجبكم، وصفة حلوة جدا وتغيير في الاكلات. هنجيب بقى ايه الكفر اللي هنتبلها بيه. هنحط كوباية من الردة، كوباية لنص كيلو، حلوة جدا. خلاص، ما تكتريش عن كده عشان اللي بقى منك هيترمي فحرام. حط بقى معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا. النشا علشان خاطر يخليها متماسكة شوية وماسكة نفسها كده. الدقيق هيخلي لونها فاتح شوية، يعني الردة ممكن تخلي لونها غامق، فهنحط دقيق علشان تفتحي شوية. جربي كده تحطي الدقيق والنشا مع الردة، حلوة جدا. من الأكلات السهلة والخفيفة والحلوة، أنا بحبها بصراحة. هنجيب بقى الكبدة نحطها كلها في الردة، مش هنقلي يعني، احنا هنحطها في الردة الأول ونتبلها بالردة ونركنها، وبعد كده نخش ايه على مرحلة القلية. لأن الكبدة ما بتقعدش كتير على النار. الكبدة في ثواني بتكوني قلبة على الناحية التانية مطلعاها علشان ما تنشفش وتبقى يعني بتشد معاكي. هنتبلها بقى كلها بالطريقة ديت. متنسيش بقى تحطي، لو انت مشتركة عندي تحطي لايك وقولي، حطي كومنت حلو زي كده. واول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس واختاري الكل، علشان قناتي تكبر بيكو وتشجعوني ان انا انزل فيديوهات كتير. خلاص كده تبلتها بالردة والدقيق والنشا. اجيب بقى طاسة على النار، زيت يكون مش سخن قوي ومش بارد قوي علشان ما تفكش معاكي. هنزل بقى كده، يعني هملى الطاسة وابدأ بقى ايه، يا دوبك اول ما اخلص رصة الطاسة تقلبي الناحية التانية على طول. يعني انا كده خلاص رصيتها، خدت شكلها ولمت نفسها كده في الزيت. هروح قلبها بقى الناحية التانية، لان الكبدة ما بتطولش على النار، لو طولتيها على النار هتنشف منك، هتشد، فايدتها راحت. خلاص، نبدأ بقى نعمل كل الكمية دي كلها بالطريقة ديت ونقلب على الناحية التانية. وتجيبي معاكي بقى ورقة كراسة بس ما يكونش مكتوب فيها، او مناديل مطبخ المتاح عندك اعملي بيه. خلاص، انا كده بقى قلبتها خلاص على الناحيتين، وبقت يعني مستوية كويس قوي. اطلعها بقى ايه يعني، ارصها كده على الورق علشان تنزل الزيت بتاعها. خلاص، بالطريقة دي بقى هنعمل كل الكمية علشان ما اطولش عليكم الفيديو، ما تزهقوش مني. يا رب اكون خفيفة على قلبكم ومش رغاية، ويكون فيديوهاتي بتعجبكم. خلاص بقى كده نصفيها كويس قوي من الزيت. لو انت عندك بقى ايه شبكة او مصفى تصفي عليها الكبدة يبقى حلو قوي. كده خلاص، بعد ما خلصت كل الكمية
الكبدة بتحب الجرجير، بصوا متماسكة ازاي وناشفة وماسكة نفسها، والكفر مش متشال من عليها، حلوة قوي، طعمها حلو، طريقتها سهلة وبسيطة، جربوها. جبت بقى الجرجير رصيته تحت، وجنبيها بقى شوية جرجير كده، ونحط في سندوتشات وناكل، وتغيير في الأكلات. ومع السلامة، أشوفكم في فيديو جديد.